أهلا أهلا بكل الحلوين وبكل المتابعين لأحلى فوازير الجدة نوسة. مين شاف الحلقات وتعلم منها حاجات؟ النهاردة في مفاجأة كبيرة قوي ليكم، وهي إننا هنقول دلوقتي أسماء أكتر المتابعين والمتفاعلين مع فوازير الحلوين، وهم آسر أحمد ناجي، وكمان منتو سيدي، وكمان حور هاني، وكمان يوسف عماد. شكرا لكل المتابعين، واستنوا بقية الحلقات اللي مليانة مفاجآت وحاجات كتير قوي هتعجبكم. طيب يا حلوين، ايه اكتر حاجة استفدتوا منها؟ وايه اكتر حاجة اتعلمتوها في فوازير الجدة نوسة؟ او معلومة مهمة عرفتوها؟ قولولنا في التعليقات. دلوقتي هنسألكم سؤال على كل حلقة، وهنشوف مين المركز والشاطر وشاف الحلقة. من أول واحد راح يهني طنط نوسة بعد ظهور الرؤية؟ ما نوع العصير اللي ماما وديدة عملته لسمير؟ يا ترى الوجبة الكبيرة كانت من نصيب مين؟ ما هو اسم المسجد اللي تطوع الأطفال في تنظيفه؟ ما هو اسم الطالب الجديد في الفصل؟ ما هي معجزة سيدنا صالح اللي ذكرها بندق وأصحابه؟ عارف يا سمير، كل أصحابنا شاطرين وهيجاوبوا على الأسئلة وهيفوزوا بالجايزة. الجايزة المرة دي ل3 أطفال هنفرحهم بصدقة في شهر الخير في غزة بإذن الله يا سمير، كل الأطفال حلوين وشاطرين. وآخر حاجة معانا النهاردة، مين فيكم يقدر يخمن عنوان الحلقة 7؟ يا ترى هيبقى ايه؟ هنسهلها عليكم شوية، شوفوا الآية دي وفكروا معانا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وما تنسوش آخر موعد لاستقبال الإجابات هو غدا الساعة 12 ظهرا. هنستنى تعليقاتكم، وما تنسوش تكتبوا أساميكم مع الإجابات. سلام يا حلوين، سلام يا فايزين، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم.